واقف أمامكم الآن اسمه الدكتور المسابع أبو فارس. كنت متفق معاه على عقد 45 يوم ونفذه في 30 يوم، وكان هو المشرف في كل مرحلة، هو المشرف عليهم وبيوفر لكم كل حاجة. وأنت زي ما انتم شايفين المسبح شغال 100%، والله يعطيه العافية. وأتمنى أن كل واحد عايز يعمل مسبح أن يتصل به ويسأله عن خطوات المسبح وعن كيف طريقة تأخير المسبح. الله يبارك لك يا ابو سعود، الله يبارك لك يا عم. تسلم يا عم سعادتك، تسلم يا عم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو فارس من نوعية مسابح الدكتور لكل جديد. النهاردة الحلقة الأخيرة من إنشاء مسبح سكيمر. المسبح اللي بالظبط خد معايا أنا كاتب العقد بتاعي 45 يوم. النهاردة اليوم 31 بالظبط. النهاردة اليوم 31 بالظبط، وكان المفروض أشطبه وأخلصه يوم الخميس، بس أجلناها النهاردة. ولسه التشطيب النهائي كمان منتظر. هما في بقى شوية دهانات وفي شوية ديكورات حوالين المسبح، إن شاء الله هتعجبكم. أنا حبيت النهاردة أبتدي الفيديو بعم أبو سعود صاحب الحلال، الرجال اللي ضيفنا 31 يوم عنده وعملنا له إزعاج بقى حفر ومش عارف إيه وكده، بس الحمد لله في الآخر حاجة جميلة طلعت له. والرجال يعني من كلمته اللي قالها باين الحمد لله، يعني الشغل اللي خده الرجال حاجة تفرح، الحمد لله رب العالمين. المسبح زي ما قلنا 2 متر 60 صافي مية في 7 متر، عمق من 90 سنتي على متر و80. فلتر مقاس 24، مضخة 1.5 حصان، في 4 دفاعات، 2 سكيمر، صفاية أرضية، خط كنس، 4 نوافير علوية ونافورة وسط اللي هي بتشتغل في الشتاء. تمام. المسبح دون أنا جبت لكم الفيديو الأخير بناء عليه، اللي هو من أول ما كانت حتة أرض شوية بلاط وكده، ودخلنا هتشوفوا الموقع دخلنا ازاي، وتشوفوا طلعنا منه ازاي ان شاء الله مشيئة الله. واسيبكم مع الفيديو، وسايب لكم المسبح وهو شغال في الاخر، عشان لو حبيت تجري الفيديو وتشوف المسبح على طول جري الفيديو، مفيش اي مشكلة. تمام. اسيبكم مع الفيديو. DJ Old Junkyard.
طبعا المسبح لسه ما تسلمش تسليم كلي، يعني قدامنا بتاع نص ساعة أو ساعة بالظبط عشان نلم كل الحاجة دي. بس هنا نتكلم على إيه؟ اللهم صل على النبي. هنا دي الشبكة بتاعتنا، دي الشبكة بتاعتنا. معانا 3 سحب اللي هو السكيمر والصفاره الارضيه والمكنسه، ومعايا 3 خطوط دفع. عندي نوافير وعندي نوافيره وسط وعندي نوافير علويه. عندي خط الصرف جاي كده. خط الصرف انا ما بركبش عليه محبس زي ما الناس بتركب، تمام؟ ليه؟ هقول لكم دلوقتي ليه ما بركبش عليه دلوقتي الغرفه دي علويه. الناس اللي بتشكك في الغرف العلويه. انا كده طفيت الكهرباء اهي، كده طفيت الكهرباء خالص. طالما الميه رابطه معايا في المضخه استحاله ياخد هوا معاك. كده شغلك متقفل تمام التمام، محابسك مشدود عليها كل حاجه تمام. فانا هوريكم المسبح واحده واحده، بس ايه اخلص واوريكم المسبح معايا واحده واحده. اهو بصوا كده على طول مع تكه الزر بالصلاه على النبي. اذكروا الله.